يا صباح الفل او مساء الفل على حسب بقى توقيت التصوير وتوقيت ما نزلت الفيديو كان متصور يا بنات الساعة 6 الصبح وانا بنزله معاكم دلوقتي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا، وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى، انا بعمل الفترة دي شوية تجديدات في الأوضة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. اول حاجة عملتها، انا كنت عاملة معاكم اخر مرة الكوسترات دي، كانت اخر حاجة عاملينها في الأوضة هنا. شلت الكوسترات وعملت المجموعة بتاعت الطبلوهات دي او البراويز، بلاش نقول عليها طبلوهات علشان انا طبعا دايما بقول لكم البراويز افضل بكتير من الطبلوهات عشان بنعرف نغير في الصور بتاعتها. وهنا بقى عندي الاتنين كومود. انا كنت بشيل الاستيكر بصراحة وكنت هغيره، بس قلت لا خليكي يا هدير اعمليه معاهم، علشان برضو في بنات كتير بيفضلوا يسألوني ايه الجزء اللي من فوق ده خشب، ما بتبقوش عارفين ان ده ستيكر بالرغم ان انا عملته معاكم قبل كده. فانا هشيل الاستيكر القديم ده وهعمله برضو معاكم. حبيت كده اوريكم الحاجات اللي انا بعملها. عايزه اقول لكم الاوضه لسه فيها كذا حاجه عايزه تتعمل، يعني لسه هغير الاستيكر، كل الحاجات دي هعملها معاكم. لسه كمان محتاجه ستاره. وهنا بقى انا عندي الجزء ده اللي في وش السرير، انا شلت التسريحه عملتها مكتب لان التسريحه بتاعتي كانت كبيره قوي مع الكرسي كمان، فالاوضه كانت مقفوله من هنا، لكن كده في وسع زي ما انتم شايفين. بس انا قلب الترابيزه بتاعت ايكيا دي وحطها مؤقت عشان كان بقى رمضان والعيد وكده، فما بحبش حد يجي يعمل لي حاجه في التوقيت ده، فانا عايزه حد يجي يعمل لي بالشنيور عشان اعلق المرايه. بصوا بقى الكرسي ده احنا هنحوله تماما، هيتحول تماما، بس نفطر الاول مع بعض. نحضر كده المج بتاعنا بتاع النسكافيه ونفطر، وبعد كده نروح نشوف اللي ورانا ونشوف احنا هنعمل ايه في الكرسي وازاي هنغير شكله. الكرسي ده على فكرة يا بنات كان محطوط بره في الانتريه، اللي متابعني اكيد عارف. فانا لما عملت الكوفي كورنر حسيت ان هو ما كانش ليه اي لازمه، لان هو كان محطوط مكان الوحده دي، فحسيت ان لا الدنيا برضو زحمه فدخلته جوه. وبعد كده بقى رحت قلت ايه، انا برضو هاخد التسريحه عشان كبيره قوي ومليانه ادراج كتير، اعملها مكتب واستغلها. انا قاعده بحكي لكم كل حاجه وبتكلم معاكم كتير، بس عشان انتوا وحشتوني جدا، وانا واخده اصلا قرار ان انا بعد كده اي حاجة بغيرها في البيت عندي هشارككم بيها، عشان اللي انا لاحظته ان انتوا بتبقوا محتاجين افكار، وخاصة الفترة دي تكون مش مكلفة. انتوا اكيد عارفين ان كل حاجة بقت غالية جدا. تعالوا بقى اما نشوف شغلنا فطرنا. بصوا بقى الكرسي طبعا لونه جريف، واصلا كانت لسع من الشنيور شايفين، فهو ده كمان اللي خلاني خلاص ما بقتش حباه خالص. فانا قلت بقى ان انا عايزه اعمله درجه اللون الاوف وايت والفرو المضغوط ده عشان طالع ترندي جدا، وحسيت ان هو اللي هيمشي مع الاوضه عندي. بصوا الفرو المضغوط ده انا مش فاكره المتر كان بكام، لان انا جايباه بقالي كتير جدا ومكسله ان انا اعمله، بس هو شكله شيك جدا جدا جدا. المتر غالبا 80 90 100 حاجه كده. كنت جايباه من العتبه، هتدخلي شارع درب البرابره وبعد كده تروحي على حاره المزين، يعني حاره المزين من ناحيه درب البرابره هتلاقي واحد عارضهم بره، هو ده الوحيد اصلا اللي في حاره المزين عنده القماش ده. بصوا انا هنا كنت بقول لكم ان احنا اول حاجه هنعملها هنعمل الجزئيه دي اللي من قدام. انا بقى بعمل ايه؟ بصوا انا بدأت اشد من تحت ومن الجناب ومن جوه بالشمع. تمام. ليه هدير بتعملي بالشمع؟ في حد يعمل الكراسي بالشمع؟ هقول لكم ليه. اول حاجه انا ما حبيتش استخدم الدباسه، تمام، لان الدبابيس بتاعتها بتبان. وفي حاجه كمان، الشمع انا هفكه واغسله، يعني انا هبقى عاملاها بالظبط 3 قطع، الجزء اللي من قدام ده، وبعد كده هنعمل الجزء ده هنطرف القماش من ناحية الظهر، لكن لازم يكون معانا براح من جوه، تمام، علشان الدوران ده عايزه اقول لكم بيخدع، يعني عايز برضو حد يكون متمكن عشان يعرف يظبطه. هنا كنت بوريكم ان انا بلزق من بره، وبعد كده بدخل من جوه الكرسي والزق واشد واقص، الزق واشد واقص. طب بقص ليه؟ علشان يديني وسع بعد كده عشان اعرف اكمل. سامحوني ان انا ما كنتش بعمل الخطوه بتاعه اللزق معاكم، لان دي عايزاني اكون متمكنه فيها قوي عشان اطلع الفينش زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى كان ال2 متر قماش خلصوا والظهر ما كانش اتعمل، حتى انا كنت هاجل، ما كنتش هنزل الفيديو، بس قلت لا انزله
وبعد كده ننزله على جزء تاني. هنا بقى ده كان الفينش النهائي. انتوا مش متخيلين الطريقة سهلة قد ايه وبسيطة، بس عايزة نكون متمكنين جدا في الخطوة بتاعة الشمع. وزي ما قلت لكم اللي خلاني استخدم الشمع ان هي طريقة سهلة وبسيطة وثابتة جدا وما بتبانش زي الدبابيس، وفي نفس الوقت انا هعرف اشيله واغسله وارجع اثبته تاني. اللي حابب يطبق الطريقة بنفس استخدامي للشمع تمام، حابب يعملها الدباسة برضو تمام. ان شاء الله هكمل معاكم الفيديو الجاي بقية الظهر، وهنعمل كمان الاتنين كمود. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم.